كالعادة نادي الزمالك يحرق دمنا كزملكاوية. يا سلام عليك يا زمالك، خسارة من النادي الأهلي ولعب بطريقة متخلفة دفاعية بحتة، كأنك مش هيخش فيك اجوان، مع ان اي فريق يا جماعة بيدافع بالطريقة دي لازم هيغلط يخش فيه اجوان. دافعنا وخسرنا. يانيك فيريرا الجميل خسرنا مباراة الأهلي. لعبنا طبعا ضد المحلة جبنا اول جون والاداء حلو وماشي والدنيا جميله، والواد احمد ربيع كان شكله حلو وجميل زي الفل، كان زي الفل قشطه. الراجل بيلعب وبيباص وابتدى يحط رجله في الملعب وبياخد الثقه والدنيا ماشيه وجاب جون. طب حلو بقى، ياخد الثقه ويخليه يكمل ويلعب. لا، يجي الشوط التاني يعمل تبديلات الخزعبليه الغريبه المريبه، حاجه غريبه. يعني الديفندر اللي عندك الوحيد واللي بيلعب حلو واداؤه كويس اول مباراه يلعبها وجاب جون وبياخد الثقه، بتطلعه وبتخلي محمد اسماعيل يلعب في نص الملعب بداله. ده انت كانك بتقول له انت ضايع، انت بص انت مفيش، لدرجه ان انا هخلي مدافع يلعب مكانك. انت متخيل يا جماعه فكر المدرب عامل ازاي؟ لا 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 لا. وبنتهيك يا جماعه لسوء الحظ ما شاء الله يلعبها الواد بتاع المحله هوب طق يروح يجيب جون. وكره بتزيرة يا جماعه، بتزيرة ولطشها كده، بصوا عمل كده هوب لطشها كده، جت في العرض. ده حظ الزمالك، ده طبيعي يعني، بص ده طبيعي كده ده حظ الزمالك. يعني طول عمرنا احنا كزملكاويه ده يا باشا حظنا واحنا عارفين وراضيين، مفيش مشكله. لكن ايه التبديلات دي يا فيريرا؟ ايه التبديلات دي يا حبيبي يا جدعان؟ مشوا الراجل ده يمشي، يتوكل على الله كده يمشي. ما ينفعش يكمل يا جماعه. تكييس جونياس عشان خاطري اللي بيتفرج على الفيديو ده اعمل لايك يا باشا وشير الفيديو ده للناس واعمل كومنتات خليه يطلع ترند. يا إدارة الزمالك يا أستاذ جون إدوارد، ممكن حضرتك تجيب تكيس جونياس وتديله فرصة؟ صدقني الراجل ده بيعمل من الفسيخ شربات. احنا كزملكاويه دمنا اتحرق لما انتوا كمسؤولين مش عارفين الصح من الغلط، واحنا بنقول لكم بنساعدكم. مش قابلين مساعده، مش قابلين كلام، مفيش خالص. اسمعوا لنا يا جدعان، احنا اللي بندفع فلوس وبنحضر ماتشات وبتحرق دمنا وي من حقنا ان احنا نشارك، من حقنا انكم انتوا تسمعوا كلامنا حتى تورونا انكم انتوا الكلام بيوصل لكم، بتشوفوه صح وتفلتروا الكلام، شوفوا بقى اللي صح واللي غلط وجربوا. على فكره الجمهور يا جماعه بيفهم، الجمهور بيفهم جدا يا جماعه. لا فيريرا يا جماعه يمشي. عايزين تمشوه امتى؟ قولوا لي عايزين تمشوه امتى؟ لما نخسر 30 نقطة ونبقى الرابع ولا الخامس مثلا، ولا ننافس على الرابع، مستنيين كده صح؟ فبعد كده نقول له فيريرا معلش توكل على الله بقى، خلاص انت خسرتنا ده. يعني عايزين نخسر بعد خراب مالطا، يعني بعد خراب مالطا نخسر يعني، ونشوف بقى مدرب بقى ويبتدي وبتاع. طب اهو خسرنا نقطتين والاهلي 3 نقط 5 نقط يا جدعان في ماتشين 5 نقط خسرناهم. طب ممكن بقى حضرتك تجيب مدرب يشتغل في فترة توقف المنتخب مع الفرقة، يظبط الفرقة، نيجي بقى كده بعد التوقف بتاع المنتخب ده افريقيا الفرقة بقى تلعب بقى، تكون خلاص بقى المدرب حضر معاهم ومالوش حجة ويبتدي بقى شغل. لكن لا، ليه؟ لا نكمل زي ما احنا نخرب الدنيا، تبقى الدنيا خرابه، وبعد كده نبتدي بقى نشوف بقى ايه نصلح بقى. والله العظيم انا دمي اتحرق يا جماعه، وكلنا دمنا اتحرق واتخنقنا. يعني انا مش عارف، والله مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقول ايه بجد. وشيكو بنزا فاقد الحماس بطريقه غريبه، تحس ان هو يعني نازل تقضيه واجب كده ومش في دماغه، والله مش في دماغه شيكو بنزا، انا بقول لكم. وبتزيرة يا جدعان، بتزيرة ما حدش راضي يبصيله. انا ملاحظ الشوط الاول وشويه في الشوط الثاني ما حدش عايز يبصيله، يا عيني الواد عمال يجري ورجع عند الدفاع عشان يطلع بالكوره حتى من ورا، مش حدش عايز يديله الكوره، ما حدش عايز يديله الكوره.
يعني مش عارف ليه، ولا انا الواحد اللي شايف كده ولا إيه؟ اكتبوا لي في الكومنتات، يمكن بتهيأ لي يعني، يمكن مجنون بتهيأ لي. لا 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 يا جماعه، دم اتحرق يا جدعان، دم اتحرق اقسم بالله. ولا احط صام نيلز للفيديو ده ولا اي حاجه، هو زي ما هو زي ما هو كده. بص خدوه، بس ما تنساش بقى تعمل لايك بتاعك والسبسكرايب، ووصلوا بقى يا جماعه. بص وصلوا بقى الفيديو ده للاداره ولاي حد، وصلوا لاي حد يا جماعه. احنا زهقنا بقى، احنا زهقنا بقى، والله زهقنا.